لو مستني الشغف عشان تبدأ فأحب أقولك إن أنت عمرك ما هتبدأ. أنا عارف إن الكلام اللي أنا جاي أقولك ده عليه عكس اللي أنت سمعته تماما، بس الحقيقة فعلا إن الشغف ده يعتبر كدبة. من وأنت صغير بيجي يقولولك دور على شغفك، اعمل اللي بتحبه، وقتها أو ساعتها هتنجح. بس صدقني والله، خليني أسألك سؤال في الأول، تمام؟ فين الشغف ده؟ قُل لي فين الشغف؟ ليه لحد دلوقتي أنت مش لاقي الشغف؟ هاقول لك، لإن بكل بساطة الشغف مش حاجة بتتلاقى، تمام؟ الشغف بيتبني، حرفيًا الشغف بيتبني زي ما باقول لك. خلّيني أضرب لك مثال أو خلّيني أقول لك قصة صغيرة، تمام؟ في شاب صغير كده أو كان عايز ينجح بمعنى أصح، كان مستني الحاجة دايمًا اللي بيحبها، هو بس مستني يعرف هو بيحب إيه علشان خاطر يوصل له، فجرّب كل حاجة، ما فيش أي إحساس حرفيًا. كل مرة بيبدأ بحاجة يسيبها، مش عشان فاشل لأ، هو علشان مش حاسس من ناحيتها بأي شغف، تمام؟ لحد ما قرر في يوم من الأيام يعمل حاجة غريبة، وساعتها قرر إن هو يكمل، وفجأة الشخص ده نجح. طب هل ده كان شغفه في الأول؟ لأ إطلاقا، ما كانش هو ده شغفه أصلا ولا كان ده اللي في دماغه، بس هو علشان خاطر قرر إن هو يكمل في حاجة هو ممكن ما يكونش حاببها في الأول، بس لما لقى منها نتيجة قرر يكمل فنجح فيها. هو ده بالضبط الشغف. فالشغف الحقيقة اللي ما حدش بقى هيقولها لك إن الشغف بييجي بعد الالتزام. هاقول لك على حاجة، خلّيني أضرب لك مثال بالgym. أنت في حد فينا بيحب الgym؟ هتقول لي آه أنا باحب الgym، هاقول لك شهر، 2 وهتقعد، هتيجي بعديها شهر، 2 وهتقعد، لكن لمّا تلاقي في نتيجة في جسمك، طلع لك شوية عضلات، حرفيًا أنت ممكن تستمر. ليه؟ أنت خلاص هنا أنت لقيت الشغف، حسيت إن في فرق، في حاجة بتحصل أو في حاجة بتزداد عندك، فبالتالي بتقرر إن أنت تستمر، تمام؟ طيب يبقى الشغف زي ما إحنا ما قُلنا هو حاجة بتيجي بعد ما بتلاقي نتيجة حرفيًا. فبدل ما تدوّر على شغفك هاقول لك أنت تعمل إيه، شوف حاجة أنت مثلًا مش شرط تكون بتحبها، تمام؟ شوف حاجة تحس إن هي فعلًا مفيدة وممكن تضيف لك حاجة في حياتك، التزم بيها لمدة 30 يوم. أنت عرفت الحاجة وليكن مثلًا بتحب التصميم، وليكن بتحب الرسم، بتحب كذا أو كذا أو كذا، قررت إن أنت تكمّل فيها لمدة 30 يوم غصب عنك مش بمزاجك، ماشي؟ راقب التطوّر، شوف بورقة وقلم كده اعرف هل أنت فعلًا اتطوّرت فيها النهارده عن بُكرة، بُكرة عن بعده، بعده عن بعده والّا لأ؟ لو أنت واقف مكانك يبقى الحكاية دي مش تبعك خالص، خالص، سيبها وروح دَوّر على حاجة غيرها، تمام؟ أول ما تلاحظ إن فعلًا في تطوّر أو في نتيجة، غصب عنّك هتستمر فيها وهتنجح فيها صدّقني. فزي ما قُلت لك الشغف بييجي بعد التطوّر، لو فعلًا لقيت نَفْسك متطوّر فيها يبقى هو ده شغفك وهتبتدي إن أنت تكمّل فيه، ماشي؟ ما فيش حد غني أو ما فيش حد ناجح، بمعنى أصح خلّيني أقول لك ناجح، بلاش كلمة غني لإن ممكن تزعّل ناس. ما فيش حد حرفيًا ناجح في حياته بيعمل حاجة هو بيحبها. نادرًا، نادرًا أو قليل القلة ما تلاقي الموضوع ده، تلاقيه دايمًا بيعمل حاجة هو ما بيحبهاش، بس هو نجح فيها عشان بس استمر فيها، لا أكتر ولا أقل. بكل بساطة خلّيني أوضّح لك أو ألخّص لك الموضوع، لو أنت فعلًا مستني تحس، فأنت هتفضل مكانك، ما تستناش تحس، قوم واتحرك، ابدأ الأول وبعديها فعلًا صدّقني هتلاقي الشغف بتاعك، وبس والله. اكتب بقى في الكومنتات هابدأ حتى لو مش حاسس، وشوف الدنيا هتمشي معاك إزاي، ويا ريت تيجي بعديها بشهر أو بعد 30 يوم تقول لنا أنت وصلت لفين.